عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش عارفة انتي مخطوبة بقالك قد ايه علشان تقدري تشوفي كل ده وفعلا تكوني شفتيه من التعامل معاهم، ولا مجرد افكار حد قالها لك او انتي شفتيها بس كده. محدش هيقدر يحدد لك تكملي او لا، ده سؤال انتي اللي تسأليه لنفسك، بس تحطي قدامك كذا حاجة. الشخص اللي بتتكلمي عنه ده، هل انا كشخص كبنت هبقى متقبلة فكرة ان اخته او كذا او ايا كان مين اللي بيمشي البيت هيقدر هو اللي يمشي كلمته عليا ولا لا؟ هي الفكرة هنا مش انك تقعدي لوحدك او لا، خلي بالك. يعني هو لو قالك يلا نقعد لوحدنا وبرضو اخته او مامته او عمته او ايا كان مين اللي بيمشي البيت حد غيرك اللي بيمشي البيت انتي وهو، فدي فيها مشكلة. هي الفكرة كلها في ان مين ممشي بيتنا، مش ان احنا عايشين فين. احنا ممكن نكون، يعني انا اعرف ناس والله عايشين في قارة تانية حرفيا، وبيتهم ماشي باهل الزوج. هي ملهاش علاقة انت قاعدة فين، ليها علاقة في انا كزوج اقدر امشي بيتي لوحدي ولا لا. مستني نصيحة ماما واخواتي. حلو النصيحة على فكرة، احنا ما بنقولش ان ناخد الولد من بيته ونفصله عن اهله تماما، او العكس ناخد البنت ونرمي اهلها بقى، لا. هي عيلة متكاملة، عشان كده احنا بنختار العيلة على فكرة. هو احنا لما بنيجي نتجوز مش بنختار البنت بس او الولد بس، احنا بنختار العيلة. هل العيلة دي هتتمشى مع دي؟ هل الام دي الحما دي ام البنت وام الولد لما يقعدوا مع بعض يعرفوا يتكلموا مع بعض، يعرفوا يتناقشوا في حاجة، ولا هتبقى في بينهم خناقات وطبقات وحاجات تانية؟ فاحنا بناخد عيلة. ولكن اللي بيوصل في الاخر بعد ما كل واحد يروح بيته بقى، كل واحد بيمشي بيته بطريقته. انا كزوج، ودي نصيحة للولاد اللي رايحين يتجوزوا جديد، انت كزوج انت اضرب مصلحة بيتك وولادك ومراتك من اي حد بره. احنا بناخد نصايح من الناس كده على الماشي، انما اللي بيقول اعمل وما تعملش هو انت وهي. محدش هيبقى قادر على مصلحة البيت وعارف مصلحة البيت وعايز ان البيت يكون كويس اكتر منكم، اكتر منك ومن زوجتك. فانتي محتاجة تحددي، هل حتى لو انا قعدت، انا بقولك حتى لو انتي قعدتي لوحدك، هل هيفضل زي ما احنا برضو كل الموضوع ان الماما هي اللي بتمشي، اخويا هو اللي بيمشي، ابويا هو اللي بيمشي؟ وبعدين انه يقول لك ما استغناش عن امي، دي حاجة مش وحشة، يعني هناخدها من بر بيبر بمامته. احنا ما قلت لك احنا ما بنخطفهمش منهم، ولكن الاستغناء ده وصل لدرجة ايه؟ يعني هل احنا في حالة عندنا بتسمى ان الفطام من الام. في ولاد بتبقى متجوزة ومخلفة عندها ولاد ولم تفطم من الام، بالمعنى مش الحرفي طبعا، بالمعنى التقريبي، اللي هو فكرة ايه؟ ان هو لسه لحد دلوقتي ما يعرفش يعمل اي حاجة غير بفعل مامته او بكلام مامته او بمشورة مامته، اكل مامته، شقة مامته، سرير مش عارف في بيت مامته، كل الحاجات دي. فانتي محتاجة تفكري في كل الحاجات دي دلوقتي. انا هقدر اتعايش مع ده ولا لا؟ طيب حتى لو انا بقيت لوحدي وعشت لوحدي، هيوصل برضو درجة تحكمهم في البيت لحد عندي ولا لا؟ وبعد كده تقرري انتي هتكملي او لا.